السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى، عايزة تعملي فطاير هشة وشكل العظمة الروعة ده. هنعمل النهاردة احلى فطاير وبمكونات اقتصادية جدا جدا. يعني كيلو دقيق واحد هتعملي الصينيتين الحلوين قوي دول، او اقل من كيلو، والله انا بقيت من الكيلو شوية. هتعملي فطاير بالجبنة هشة وجميلة، بصوا خطيرة وريحتها تحفة. هنعمل صينية مسكرة وصينية بالجبنة. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي أول مرة يشوف قناتي. عندي كوباية من اللبن الرايب، اللبن وقطع عندي في اللبانة، حطيته كده كوباية من اللبن الرايب وكوباية مية من الحنفية. هنحط عليها معلقتين من السكر، هنقلب السكر كويس قوي. انزلي باكو خميرة فورية أو خميرة بيرة اللي هي بتاعة الفرن العادية، دي حلوة ودي حلوة. ده اللي موجود عندي، كيس من الخميرة الفورية او ما يعادل معلقة. قلبي دول مع بعض كده، يبقى كوباية مية وكوباية لبن ومعلقتين خميرة معلقة خميرة ومعلقتين سكر. قلبيهم على بعض كده واركنيهم على جنب بالظبط 3 دقايق. عندي بقى كيلو الا ربع من الدقيق. اي نوع دقيق عندك، انا جبت اللي هو المتعدد الاستخدامات ده، بتبقى نتيجته حلوه قوي في اي مخبوزات او كيكات او معجنات، اللي هو المتعدد الاستخدام. عندي كيلو الا ربع. عندي بقى بصوا الخميره ادام عملت فقاعات كده تبقى ما شاء الله نشطه وحلوه قوي. هنحط عليها مع نص كوبايه من الزيت، زيت الذره العادي او زيت عادي. حطيت بالظبط نقطه فانيليا، انا بحب المعجنات عليها يعني ريحه جميله كده، الفانيليا بتديلها ريحه حلوه، ممكن تحطيها وممكن لا. وهنزل بقى بحوالي كيلو الا ربع من الدقيق زي ما قلت لكم. وحاجه مهمه قوي بتخلي المعجنات حلوه قوي، انزلي بمعلقتين لبن بودره، وبعدين نص معلقه من الملح كده. خلاص بقى قلبي كويس قوي وتعالوا نعجنها. انا كده حاطه الربع كيلو دقيق اللي باقي من الكيلو جنبي علشان هنحتاج منه شويه صغيرين، ممكن تطلع العجينه طريه تطلع ناشفه على حسب، ولكن انا هاخد حوالي نص كوبايه او اقل من نص كوبايه على العجينه دي هي احتاجت. تعالوا بقى نعجنها. اهم حاجه في المعجنات تطلع معاكي طعمها حلو قوي وقطنيه وهشه والطعم لذيذ كده، اعجنيها واخدميها كويس. انا عجنت اهي. لما لمت الدقيق كويس هنزل بيها بقى الرخامه، انا غسلاها ونضيفه ومعقماها، هننزل بيها على الرخامه زي ما انتم شايفين كده. وعجني بقى ولتي فيها شويه حوالي 5 دقايق كده، 6 دقايق تمام اهو بالشكل ده. ما تخافيش، هي مش يعني ما تحطلاش لما تلاقيها بتلزق ما تحطيش دقيق ولا حاجه، هي هتلم نفسها، ولكن هي بتلزق عشان ايديا فيها عجين كده زي الفل كده. خلاص بعد ما عجنتها كده خلاص وبقت طريه وملمسها طري وجميله. تعالوا ندهن الطبق بتاعنا او البوله بتاعتنا كده زيت، وحطي بقى العجينه فيها وادهني وشها زيت علشان ما تنشفش او تشقق مني، ونغطيها. ايوه ادهني وشها زيت كده بالشكل ده، ونغطيها ونركنها على جنب. يعني مش كتير، 10 دقايق بالظبط بس. عم الم بقى اللي حواليا والمواعين اللي على الرخامه كده، 10 دقايق بالظبط. انا مش عايزاها تخمر، ادام عجينه خميره فوريه والجو حر قوي، يعني هي بالظبط 10 دقايق. انا لميت اللي حواليا ورجعت لها اهي، لقيتها بالشكل ده كده ما خمرتش، يا دوب حاجه بسيطه، انا عايزاها كده تمام. هناخد بقى، تعالوا نقطعها. عندي صينيه رش عليها دقيق، تعالوا قطعيها كور صغيره خالص خالص قد الليمونه كده، او على حسب انتي ما بتحبي. لو عايزاها كبيره قرص كبيره كده زي يعني صينيه عيش النحل ديت، عايزاها كل ما تكون صغيره بيكون شكلها حلو قوي وتكون اجمل. عايزاها كبيره قطعيها كبيره، انا قطعتها صغيره بالشكل ده. بصوا العجينه جميله معايا وماشيه زي الملبن، حلوه قوي عشان مخدومه في كل حاجه، المكونات مظبوطه والعجن بتاعها مظبوط. انا قطعتهم كلهم كده بالشكل ده. هغطيها لتاني مره واسيبها بالظبط 10 دقايق مش اكتر. هجيب الصاج بتاعي بتاع الفرن وادهنه سمنه او زيت، اي حاجه كده ماده دهنيه علشان الفطاير ما تلزقش فيها. عندي بقى جبنه رودس او اي جبنه انتي بتحبيها، هاتيها. هنخرم العلبه بالشكل ده كده خرم صغير عشان تبقى سهله الاستخدام، وحطيها. جهزنا العلبه. اهم حاجه ما يكونش اي نوع جبنه انتي بتحبيه، بس مش القريش. القريش بتنزل ميه وهي بتستوي، بتعجن الفطيره، فبلاش القريش خالص. خليكي في الفيتا يا اما الحدقه العاديه. خلاص كده هنحط بقى الجبنه في الفطيره ورصي بقى في الصاج بتاعك. حد قال لي طب ما كنا ناخد من العجينه ونقطع ونحشي على طول ونحط في الصاج، مش هتطلع الكور كلها قد بعضها وهتكون واحده كبيره وواحده صغيره. فلو انت عايزه الشكل حلو مع الطعم اعملي كده، قطعيها
واركنيها، وبعدين خدي واحده واحده اعمليها بقى، احشيها جبنه وحطيها في الصاج زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اعمل معاكم كام واحده اهو بكل سهوله، وسيبي في الصاج فراغ بين كل واحده وواحده بمقدار حلو، لانها لسه ما خمرتش، يعني لسه ما اختمرتش بره الفرن ولسه هتدخل الفرن، فهتزيد الضعف بالظبط. فتسيبي مقدار مناسب بالشكل ده علشان لما تستوي هتلزق في بعض كده، وتكون تدي الشكل الحلو بتاع خلية النحل العظمه اللي احنا بنحبه. اهو كده انا عملت الصاج بتاعي كله او صينيه الخبيز كلها ما شاء الله، وفضل عجينه كبيره كتير عندي اهي. ده خلاص كده هركنه بقى. بصوا عجينه قد ايه عندي. الولاد عندي قالوا لي اعمليه محشي حاجه مسكره، يعني يبقى بالجبنه ويبقى مسكر. تعالوا بقى هعمل الصينيه دي حشوه حلوه قوي اقتصاديه جدا. لو انتي ما عندكيش اي نوتيلا ولا مربى ولا اي حاجه، عندي معلقتين من القرفه، حطي عليهم سكر نص كوبايه مثلا وقلبي. طيب نسيبهم كده؟ لا، نحط عليهم بقى ايه، عارفه الشربات بتاع الكنافه والحلويات، كان عندي بطرمان في التلاجة، انزلي بمعلقتين وقلبي ده كويس قوي لحد ما تمسك في بعضها وتبقى حشوه محترمه بالشكل ده. لو عندك معلقه كاكاو كده هتبقى حكايه، احسن من النوتيلا كمان. مفيش؟ تمام، يبقى كده حلو خالص. تعالوا بقى نحشي الصينيه دي بالشكل ده اهوت، ونعمل بقى كل الفطاير اللي باقيه. انا هنا في الاثناء دي كده ولعت الفرن يسخن، لان ما شاء الله بتعمليها ما بتاخدش منك 10 دقايق وانت واقفه كله ورا بعضه كده، فايه والجو حر جدا، فايه مساعد ان هي تختمر بسرعه وتقوم معاكي بسرعه، تشتغل بسرعه. انا خلصت الصينيتين وغطيت الصينيه زي ما انتم شايفين كده، بس 5 دقايق على الحب، بس الم برده باقي المواعين وارجع تاني. بقوا بالشكل ده عندي. هندهن وشها بقى ايه، بما ان ما حطيناش في العجينه بيض فانا مش عايزه ادهن وشها بيض. هتحطي معلقتين زيت على معلقتين لبن، وادهني بالراحه بالراحه، ما تخليش اللبن ينزل تحت عشان ما يلزقش في الصاج من تحت، على قد ما تقدري بالراحه. وحطي على وشها بقى اي حاجه انت بتحبيها، سمسم، حبه البركه، الاتنين مع بعض، المكسرات اهي. بقت بالشكل ده عندي ما شاء الله، اللهم بارك. دخلي بقى على الفرن زي ما قلت لكم، انا مولعاه على درجه حراره سخن قوي، ووطيت الحراره للنص مثلا على درجه حراره 200، وحطيت الشبكه في النص ودخلت الصينيتين. بصوا في الفرن بقت جميله وتضاعف حجمها، وكله مسك في بعضه زي ما انتم شايفين ازاي. هتطلع بقى استوت من تحت، ولعت الشوايه خدت اللون اللي انتم شايفينه ده، وطلعت الصاجين. ما شاء الله صحتين وهنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، تحفه وطعمها حلو قوي. لو رايحه النادي وخدت دول معاكي الولاد هيتبسطوا قوي، او لو رايحه مشوار كده وهتطولي فيه، لو خدت شويه في علبه ما شاء الله احلى من اي اكل تشتريه من بره. تعالوا ندوق كده ونفتح واحده. بصوا بتخر عسل كده وشكلها لذيذ باينه من الصوره. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.